عودة لفانتزي الدوري المصري والترتيب اللي عمال ينزل أكتر وأكتر في كل جولة عن اللي قبلها. تشكيلتي في الجولة ال11 حققت 55 نقطة عشان يبقى ترتيبي على الجولة ال55 والترتيب العام ينزل ل83 والفرق عمال يزيد بيني وبين الأول. عامر في حراسة المرمى ب6 نقط. خط الدفاع هو اللي شالني الشيبي ب12 نقطة وزيه يحيى زكريا بالكابتنة اللي كانت في محلها، وكالوش على غير العادة بنقطة وحيدة. أما عن خط الوسط فمفيهوش غير زيزو بهدف وأسيست حقق 13 نقطة، عبد الرحيم دغموم ومحمود دياسطي كل واحد بنقطة، وتريزيجيه بنقطتين. خط الهجوم صلاح محسن طلع ب0 نقطة، أحمد عاطف نقطة وحيدة وكفاية كده كانت آخر فرصة، فيستون مايلي ب6 نقط. أما عن فن اختيار الدكة فهتلاقي 14 نقطة موجودين على الدكة ومقدرتش أستفيد بيهم. بص على أكتر لعيبة حققت نقط في الجولة ال11، واللي منهم اخترت لاعب يدخل تشكيلتي مكان أحمد عاطف وهو أحمد ياسر ريان، عشان تبقى تشكيلتي كالآتي: عامر يستمر في حراسة المرمى، يدخل محمود بنتايج وعلي فوزي من على الدكة جنب الشيبي ويحيى زكريا عشان ألعب ب4 مدافعين. عمرو السولية هيدخل في خط الوسط مكان دغمون جنب زيزو وتريزيجيه ودياسطي. أحمد ياسر ريان هيدخل في خط الهجوم جنب فيستون مايلي. واحترت في الكابتنة كتير لحد ما استقريت اديها لزيزو. قولي رأيك في التشكيلة وسيب تشكيلتك في الكومنتات، وما تنساش الديدلاين النهاردة الساعة 2:30.